السلام عليكم ومرحبا بكم أحبائي الكرام في فيديو جديد لتوقعات المباريات اليوم الثلاثاء 29/11/2022 كأس العالم فيفا قطر 2022. حبايبي الكرام ادعمونا بلايك للفيديو. يلا نبدأ بأول مقابلة بين المنتخب الإكوادوري والمنتخب السنغالي. المنتخب الإكوادوري في المرتبة الثانية ب4 نقاط، والمنتخب السنغالي في المرتبة الثالثة ب3 نقاط. هذه المقابلة يعني يتوقع أن المنتخب الإكوادوري سوف يغلق اللعب، والسنغال سوف تهاجم بكثافة من أجل يعني أخذ المرتبة الثانية أو المرتبة الأولى أو الثانية، يعني حتى ترشح للدور ال16. أنا أتوقع هذه المقابلة فيها أهداف. أتوقع أن أكثر شيء هو التعادل، يا إما 1-1 أو 2-2. يعني من الأفضل تلعبها أوفر 1.5، يعني هدفين فما فوق. يلا حبايبي نشوفوا المقابلة الثانية، وهي بين المنتخب الهولندي والمنتخب القطري. هذه المقابلة أتوقع فوز المنتخب الهولندي، لأنه هو في المرتبة الأولى ب4 نقاط مع أو يعني يأتي خلف المنتخب الإكوادوري ب4 نقاط، ومتساويين في الأهداف المقبولة والمدفوعة. المنتخب الهولندي مسجل 3 أهداف وقابل هدف، فالمنتخب الإكوادوري مسجل 3 أهداف وقابل هدف. يعني أنا أتصور يعني المنتخب الهولندي سوف يعني يفوز ويسجل يعني هدفين أو 3، يعني حتى يقتلع الصدى، حتى لا يبقى في شك بين المنتخب السنغالي والمنتخب القطري. يعني في صورة ما فوز المنتخب السنغالي على الإكوادور يعني وتعادل هولندا مع قطر، يعني في صورة ما ترشح السنغال للمرتبة الأولى. أنا أتصور يعني هولندا سوف تحافظ على الصدارة بالمرتبة الأولى. فوز هولندا على قطر بهدفين فما فوق، يعني سوف تسجل يعني أكثر من هدفين. هولندا حب يلعبها أوفر 1.5، ثم فوز، يعني فوز المنتخب الهولندي بهدفين فما فوق. يلا حبايبي الكرام نشوفوا المقابلة الثالثة، وهي بين المنتخب الإيراني والمنتخب الأمريكي. المنتخب الإيراني في المرتبة الثانية ب3 نقاط، والمنتخب الأمريكي بنقطة في المرتبة الأخيرة. المنتخب الأمريكي سوف يعني يلعب من أجل يعني ترشح للدور ال16، والمنتخب الإيراني كذلك. أنا أتصور هذه المقابلة سوف تنتهي بالتعادل بين الفريقين أو فوز المنتخب الإيراني، والاحتمالية الأكبر هي التعادل بين الفريقين. يلا حبايبي نشوفوا المقابلة الرابعة والأخيرة. هي كلها مقابلات يعني خروج أو البقاء في قطر، أو الرجوع إلى كل منتخب إلى بلده. يعني المنتخب الويلز هو يعني خارج المونديال مبدئيا، يعني عنده نقطة، ولا أتوقع أن المنتخب الويلز سوف يفوز على المنتخب الإنجليزي. المنتخب الإنجليزي في المرتبة الأولى ب4 نقاط. أنا أتصور يعني فوز المنتخب الإنجليزي بهدفين مقابل لا شيء أمام المنتخب الويلز بلاد الغال، واللي يحب يلعبها يعني أهداف أوفر 1.5، يعني هدفين فما فوق. إلى هنا حبايبي الكرام ننتهي في توقعات المباريات اليوم
الثلاثاء 29/11/2022 كأس العالم فيفا قطر. نلتقي في موعد رياضية قادمة. دمتم بخير وإلى اللقاء.